انت زلمه ازعر وتبع كباريهات، وانا هيك ما بيناسبني. طيب إذا ما بيناسبك الأزعار وتبع الكباريهات، بيناسبك تصاحب وحدة أمها رقاصة؟ شكله روحت امبارح عملت نتيجة؟ هاتي لنشوف. احكي لي شو صار معك؟ قلت له بحبك. كيفك حنين؟ أهلين غيث، طمني عنك، صرت منيح؟ منيح الحمد لله. شو ايمت بقدر اشوفك؟ إيه لا، فوق مالك متأخر جاي عم تتمختر؟ عندك أبطأ من هيك بالله؟ عم بتصفن فيكي وانا ماشي. بالله؟ والله ما انتبهت. شو طلع معك؟ هي اول مره من 3 سنين شوفك بطريقه مختلفه بعد اللي قلتي لي امبارح. كنت شوفك رفيقه، بس مو حيلا رفيقه يعني. كنت شوفك البنت المميزه اللي كل شباب الجامعه بيتمنوا انه يحكوا معها. طيب وإذا هي البنت المميزة اللي عم تحكي عنها ما بيهموها كل شباب الجامعة وبيهمها بس أنت بتتمنى تكون معي؟ هلا لا تقنعني إنك ما كنت حاسس. بلا حاسس، بس بالحب الإحساس ما بكفي، لازم يكون في يقين. أو ليش ما جربت تتأكد مثلا؟ يعني كنت أقول لحالي إنه انخربت أو وجهة نظري غلط. أو إنك مثلا مستمتع بحالة البنت يلي هي حابة الشاب وعم تركض وراه وتحبه لحالها، وهو لا معبرة ولا شايفة من أساسه. لك بالمناسبة، أمك كيف عرفت نحن وين موقوفين؟ ولو شو مفكرنا منضيعها قليلة نحن؟ والنعم منكم والله. بس قلت لحالي إنه أمك شو بتشتغل لحتى عندها علاقات بهالوزن هذا؟ بابا الله يرحمه كان عنده علاقات قبل ما يتوفى، وماما بس تتوفى ضلت تتواصل معهم. الله يرحمه. تعيش. على فكرة أنا بدي أتطوع. عن جد؟ إيه عن جد. شوفي أنا بدي أصير ضابط. طيب والمحاماة؟ وحلمك وحلم أبوك؟ أبي الله يرحمه لو كان عايش أكيد كان دعم قراري. وشو اللي تغير؟ ما بعرف شو اللي تغير. أساساً ما بعرف إذا في شيء تغير ولا لا. بس يلي بعرفه إنه عيونه كانوا عم يلمعوا كثير. لا يا والله أمي أنا هي أكثر مرة بحياتي بيكون غيث قريب مني فيها هيك. لك يا هبلة، الشاب غير البنت. الشاب لما بتلمع عيونه بيكون عم بكذب. أمي ليش بدك تنزعي لي مزاجي هلا؟ لك أنا عم علمك كرمال ما يجي نهار وينتزع مزاجك على المضبوط. أنا من دونك ما كنت بعرف شو بدي أعمل. صراحة هي أول مرة بنحط بهذا الموقف. ولو يا ست الكل نحن بالخدمة. يعني ما في مجال تغير رأيك؟ صدقني ما رح تندم. إذا مشان الرقم ما في مشكلة، فيك تحط الرقم اللي بدك إياه وأنا جاهزة. لحظة، أنا سبق وسمعتك شغل الليل هذا اللي مثل الخفافيش مالي مصلحة فيه، حتى لو بده يجيني منه مال قارون. طب حتى لو قلت لك إني بحاجتك؟ ليك وعارف رجعي على الشغل بيخدمك أكثر مني. ايه نحن خدامين المدام وعيون المدام. طيب على الأقل ممكن نقعد نشرب فنجان قهوة؟ إن شاء الله جعله دايمة. تركت الفرن فاضي بيرجع شغلي. طب لحظة، يا ريت تقبل مني هي هدية بس على الشيء اللي أنت عملته. رجعي مصاريك قبل ما أزعل. أنا ما باخذ حق في ذاتي. طول بالك اخي ابو عجاج، ولا بعد مو ما قصده شيء. ماما أنا رايح.
طيب خلص، انا ما بقى فيني اضغط عليك اكثر من هيك. يعني انت موافق. أنا موافق ومعك بالشغل. لوين رايح ابو كلبشه؟ ايه اوعى يفلت ليكون ما عجب سيادتك. خليك بطريقك، مالك حكي معي. ايه طبعا. انت وين ونحن وين سيدنا؟ شو بنا ابو عرفان؟ طول عمرنا بنتخانق بس ما بنتحارب. وانت قلتها، انت وين ونحن وين؟ ايوه شكلك مصدقها وسايق فيها. شغله ناكته اللي صارت امبارح وقالبها جد. لانه هي بالاصل جد. لهالدرجه؟ واكثر من هيك. اسمعني منيح، انت زلمه ازعر وتبع كباريهات، وانا هيك ما بيناسبني. طيب اذا ما بيناسبك الازعر وتبع الكباريهات، بيناسبك تصاحب وحده امها رقاصه؟ انا ما عم بفهم عليك، على مين عم تقصد؟ يلا خاتلها واللي ما عم تفهم. حنين فلا بقى تفوش علينا. كلاس ما بيغبر على طحان. لك عرفت ليش ما بدي شاكلك؟ ولك اذا اختك اللي من لحمك ودمك ما تحملتك، بدك كاني انا اتحملك؟ عليك يا واطي صر معي. ولك عم تعيرني باختي اللي هي شرفي، لك اللي هي اختك وشرفك صر معي. بس ليش مستغرب انا؟ اذا واحد صر معي بعد ام ابوه شو بده يطلع من امره؟ ولك بركات؟ غلطت ولا كويس؟ غلطت، ما بدي اغلط معك. روح من وشي، روح من وشي، روح من وشي، روح. ايمت حابب ترد علي ونحكي سوا. الو. مرحبا. اهلين. كيفك غيث؟ ليه ما عم ترد علي؟ والله عندي اسبابي الخاصه. طيب فيني اعرف شو هي؟ حنين، فيني افهم شو بدك مني بالضبط؟ شو؟ انت بتعرف شو بدي؟ يا بنت الحلال، انت بنت ما في منك، بس انا وانت مو لبعض. ليه؟ يعني مصر اجاوب هيك؟ هلا انا ما دخلني اذا كانت امك بتشتغل رقاصه او مطربه بكازينوهات او اي شيء ثاني، بس هذا الموضوع ما بيناسبني من اول. لا، والاضرب من هيك انك تكذبي علي وتخدعيني بموضوع كبير مثل هاد. انتبهي على حالك. مرحبا. بتعرفي شو؟ أنا طول عمري كنت مفكرة إنه اللي عم تعمليه صح، وكنت دايماً المفروض إني خبي على كل الناس شو عم تشتغلي، وقول يلا الدنيا ماشية وبكرة رح يجيني حدا يقبلني ويقبلك، بس طلعت كتير غلطانة. هذا الشغل يلي مو عاجبك هو اللي مأمن لك كل شيء بدك اياه.
هو اللي مركبك السيارة، وهو اللي حاطك بأحسن جامعة. لك انت شو عم تحكي؟ الممرضة عايشة والعاملة عايشة، ويمكن مبسوطين أكثر مني ومنك. بس بتعرفي شو الفرق؟ الفرق إنه شغلهم بيرفع الراس، مو مثلك رقاصة. بنت كفريهات. هي الكلمة اللي عايرني فيها غيث وقت تركني بسببك. غيث حدا غالي كتير، يلي بده يقبلني بده يكون مثلك رخيص. لك هي الرقاصة اللي مو عاجبتك بتشرفه وبتشرف كل عيلته، عم تفهمي؟ أنا الحق علي اللي كبرتك وعملتك بهذا الطول، ما مشان تردي علي بهي الطريقة. لك أنا مستعدة أعطيكي روحي، أعطيكي عمري، بس لا تحاكيني بهي الطريقة. And action!